الخطيب جاب سيد عبد الحفيظ ومسكه ملف الكوره. هو انا عارف اسلك مع الخطيب لما تجيب لي سيد عبد الحفيظ اسلك معاه. وانا عارف اتعامل مع الخطيب لما تجيب لي سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ جاب كرسي وقعد قدام نادي الزمالك. اي لعيب طالع: انت خدت فلوسك؟ لا. تعال امضي. انت خدت فلوسك؟ لا. تعال امضي. مش مديك فرصه. اي لعيب هيقع من عندك هو مش مديك فرصه. النهارده صفقه حامد حمدان، انت من اول الموسم مشاكل ومش عارف تجيبه. النهارده القيد واقف ومعكش فلوس تجيبه. النهارده الاهلي داخل في الصفقه بنسبه كبيره حامد حمدان في الاهلي. سيد عبد الحفيظ بيفوض نص فرقتك، بيفوض بنتايج محمد شحاته، بيفوض حسام عبد المجيد، والله اعلم بيفوض مين تاني احنا ما نعرفش عنه حاجه. مش مديك فرصه. خلاص انت بقى كمجلس اداره فكك بقى من الكلام ده كله خالص، عشان انت مش هتعرف تناطح الاهلي في اي حاجه ولا هتعرف تحافظ على اللعيبه. فانت اللي يجي عندك يشتغل معاك الموسم وبعد كده يبقى يمشي مع الف سلامه يروح الاهلي. يا جدد جدد، ما جددش مع الف سلامه. ما تدخلش مع الاهلي في شراء لعيبه وترجع تعيط وتقول اصل هو بياخد مني، اصل هو بيخطفوا مني، اصل مش عارف ايه. انت مش عارف تواجهه. فانت شيله من دماغك خالص لغايه ما تبقى تقف على رجلك. الله اعلم هتقف على رجلك امتى. فلغايه ما تقف على رجلك وبقى اعمل اللي انت عايز تعمله. هو رضا سليم فين؟ مش انت جريت عليه الاول والاهلي راح خلص فيه؟ طب هو القندوسي فين؟ مش انت برضو جريت فيه الاول والاهلي راح خلص فيه؟ هو فين؟ هما فين؟ راحوا وجه غيرهم وهيروحوا وهيجي غيرهم. فكك. ما تعيش في دور الاهلي بياخد لعيبتي، الاهلي موقف. انت العب وكمل الموسم، واللي ياخده واللي تعرف تخلص فيه خلص فيه، ما تعرفش خلاص. هو الاهلي اللجنه بتاعته، اللجنه الفنيه بتاعته فقيره، ما بتعرفش تجيب لعيبه الا من الزمالك. وانت بتعرف تجيب لعيبه، هات يا عم اللعيبه وبوديها له وخلصنا. سيد عبد الحفيظ قاعد لك قدام النادي بكرسي، هيشتري النادي، هيغير اللون بتاع النادي. انت معلق يافطه اكبر قلعه رياضيه، مش هتبقى